وتزكية أمين عام جديد. من كان يتوقع هذا السيناريو؟ كيف سيؤثر هذا التغيير على رأس حزب الأغلبية في استعداداته للاستحقاقات القريبة؟ هل سيعرف حزب الأغلبية تململا داخل صفوفه؟ وهل يمكن أن تستثمر أحزاب السلطة في هكذا تغيير؟ أسئلة وأخرى نطرحها في هذا العدد من نقاش على المباشر، وأسعد باستضافة سمير بطاش عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني. أهلا وسهلا بك. أهلا أخويا. وكذلك الأستاذ عيسى بن عجون المحلل السياسي. مساءك سعيد. مرحبا واهلا، شكرا للاستضافه. العفو. وعبر الهاتف معي المؤرخ والمحلل السياسي محمد رزقي فراد. أهلا وسهلا بك سيدي. اهلا وسهلا، مساء الخير وشكرا على الاستضافه. العفو. قبل أن نبدأ النقاش مشاهدينا نستمع لتصريح الأمين العام للأفلان المستقيل عمار سعداني ثم نبدأ النقاش. أريد أن أقدم أمامكم استقالتي، وأرجو من هو مع عمار فليسكت. النظام الداخلي والقانون الأساسي يعطي الحق لأي عضو في الحزب أن يتقدم باستقالته، وبالتالي أقول أني أولا أصر عن الاستقالة حتى لو كانت مرفوضة فهي مقبولة، وأرجو منكم ومن كل الذين يتبعون عمار سعداني الأمين العام أو يوافقون عليه رجائي للمصلحة العامة للحزب وكذلك للبلاد. هذا الحزب لا يحتاج، أرجوك بناء، هذا الحزب لا يحتاج أي خدش. لقد كنت رئيسا للمجلس الشعبي الوطني وتركت الكرسي والمجلس يسير. هذا الحزب حزب ديمقراطي، يروح عمار يجي عمار ولا علام. حزب للمناضلين. أوصيكم بثلاث حاجات، ثم ثلاث حاجات. الجزائر أولا، الجزائر ثانيا، الجزائر ثالثا. إذن رجائي أن تسمعوا إلي وتنصتوا إلي وتتبعون نصيحتي، وحتى أكون وفيا معكم أقدم لكم أخي المجاهد عضو المكتب السياسي اللي كان رئيس اللجنة. كلكم فتوا على يديه وكلكم هو رئيس لجنة الانتخابات سي جمال ولد عباس، وأرجو أن توافقوا بإذن. إذا استمعنا لتصريح الأمين العام المستقيل عمار سعداني اليوم في فندق الأوراسي، والذي أحدث مفاجأة على مستوى الساحة السياسية وعلى مستوى حتى أعضاء هذا الحزب الذين لم يكونوا يتوقعون هذه الاستقالة المفاجئة. إذا مشاهدينا نبدأ مع ضيفي عبر الهاتف الأستاذ محمد رزقي فراد. أستاذ فراد، ربما تابعت كما تابعنا وتابع الكل هذا التغير المفاجئ على رأس أكبر حزب في الجزائر تاريخيا، ومن ناحية الأغلبية ومن ناحية الأعضاء في الحكومة. كيف تقرأ قراءة مبدئية لهذه الاستقالة؟ اولا هي ليست استقاله، هي اقاله. هذا الامر مفروغ منه، ويجب ان نعيد الى الاذهان من الافلان مع الاسف هذا الاسم الكبير، هذا الهرم في رصيدنا التاريخي صار في ظل الاستبداد ما هو إلا جهاز يأتمر بأوامر صناع القرار. مع الأسف ماهيش اللجنة المركزية اللي جابت سعداني ولا اللجنة المركزية اللي نحت سعداني. فالواقع المر الذي نعيشه، فسعداني جيء به لمهمة، وهذه المهمة تندرج في إطار الصراع بين أجنحة صناع القرار، ويبدو أن المهمة قد انتهت. فلذلك المرحلة القادمة الصراع هذا يتمحور حول شخصية
الرئيس القادم، من سيصنع الرئيس القادم في غياب الإرادة الشعبية، طبعا في غياب السيادة الشعبية، لأن من 62 والمؤسسة العسكرية هي التي تصنع الرؤساء. فالآن تغيرت شوية المعطيات، هل المؤسسة العسكرية هي التي ستصنع الرئيس القادم أم جماعة الرئيس النافذة هي التي ستصنع الرئيس القادم؟ وأنا أظن سي سعداني أعرفه جيدا. هذا الخطاب اللاذع أنا لا أعتقد أنه من بنات أفكاره، فهو يفعل ما يؤمر للأسباب التي تعرفونها، ولكن يبدو لي أن الخطاب الأخير كان صادما جدا جدا جدا، وأساء ربما من حيث لا يدري إلى الدولة الجزائرية برمتها. ربما هذا يعني العجل برحيله. أما القضية موش حدث احنا نعرف كيف يأتي صناع القرار بالأشخاص يضعونهم على رأس الأفلان ثم يروحوا بنفس الطريقة. وشفنا يعني سي علي بن فليس، وشفنا هرم في حجم عبد الحميد مهري رحمه الله، وهو قامة سامقة في تاريخنا وفي سياستنا، عندما حاول أن يرتقي بالأفلان من الجهاز إلى الحزب. طبعا تعرفوا المصير بتاعه، وكان الأخ المحترم سعداني من الأشخاص الذين وظفوا من أجل تكسير جماعة عبد الحميد مهري. ومما يؤكد كلامي، راك تسمعني؟ أنا أسمع فيك، تفضل. مما يؤكد كلامي موش اللجنة المركزية اللي خيرت سي جمال عباس الذي أحترمه، موش اللجنة المركزية، وإنما جاب ورقة السيد الأمين العام سي سعداني، جاب بخطة وأعطيت له فطلع يعني ما في حتى نقاش. خليونا نفتح النقاش مثلا في اللجنة المركزية، هي اللي تخير الخليفة المؤقت، ولكن كلش كان منظم، كلش ولكن اللجنة المركزية وافقت بالتزكية، يعني التزكية الجماعية. يا أستاذي الفاضل، كان يمكن، لا، في هذه النقطة بالذات كان يمكن اللجنة المركزية أن ترفض، لا تصوت، يعني عادي. متى رفضت اللجنة المركزية أمرا من الأوامر الفوقية؟ يعني احنا زملاء، يعني خلينا نقول الحقائق. يعني إذا هنا إشكال، هنا دخلنا هنا مشكل آخر، مشكل لجنة مركزية. طيب، نشكرك أستاذ رزقي فرد على هذه القراءة الأولية. سي سمير، سمعت كلامه، عندك تعليق على كلامه؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تعليقي يعني متفاجئ الكلام هذا، يعني لحد الآن ما عندنا حتى ورقة تاع جاتنا أوامر من الفوق، ولا سي أستاذ المحترم محمد رزقي راه يتكلم على أمور كأنه عضو اللجنة المركزية، وقال بلي عمار سعداني تم إقالته. حبذا يعطونا احنا كعضو اللجنة المركزية، يعطونا هذو الوثائق ولا الورقة اللي راهي بالك مطلع عليها بلي سعداني تم إقالته. احنا اليوم هذا عرس اللي درناه، لانه الافلان حافظ على الاستقاله تاعو. الامين العام عمار سعداني اللي قدم استقالته كان واضح، قال انا اصر على الاستقاله. اقيل ام لم يقل هذا ما عندناش حتى اطلاع عليه. سي محمد رزقي هذا يبقى له مجرد تحليل. احنا اللي يهمنا في اللجنه المركزيه اننا حافظنا على الانضباط، وسعداني هو اللي دعا الى للحفاظ على الحزب. جمال ولد عباس هو وليد الحزب، وهو مناضل ومجاهد، شافوه في اللي فيه يمكن الجمع أو إتمام ما قام به سعداني. لهذا نظن أن التحاليل هذه الضيقة اللي الناس ما عندهمش علاقة باللجنة المركزية وما كانوش ماهمش حاضرين للعملية كيفاش صرات، لأنه احنا كأعضاء اللجنة المركزية جينا على أساس اليوم عندنا جدول أعمال نطبقوه بحال. شوف نعطيك التفاصيل. لحقت 10 بدات بعض الاشاعات باللي الامين العام ربما حيستقيل، يقدم استقالته. كاين اخوه من اعضاء اللجنه المركزيه، اعضاء عاديين في اللجنه المركزيه، لما جاء الامين العام شافوه وقال انا ظروفي الصحيه الحاليه وعندي بنتين مريضه ما نقدرش نواصل، واصر على الاستقاله. جاوا وكان حاضرين معنا وزراء في اللجنه المركزيه، واتفقوا انه العمليه تتم وفق العرس الديمقراطي. وشتوا حتى عمار سعداني لما قال شكون اللي راه ضد سعداني وشكون يسحب الثقه من سعداني. احنا كنا نشوفوا من قبل الصراعات داخل اللجنه المركزيه، الكل كان يجي يعرف واش كان يصرى في اللجنه المركزيه في العهدات السابقه
اللي يشرفوا عليهم. دائما كاين صراعات ودائما كاين خلل داخل اللجنه المركزيه ويلحق حتى الشجار. لكن هذه المره من 500 عضو اللجنه المركزيه ولا واحد ناض قال لنا نسحب وفيك 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 من الثقه من سعداني وهو الشيء. بالعكس حتى كاين ناس قالوا له تراجع الاستقاله تاعك وسمعتوهم حتى في الفيتيار اللي درتوه. هي قضيه انتقال مهام من امين عام الى امين عام جديد. واكثر من ذلك حتى جمال ولد العباس هو صديق حميم لجلسه سعداني، معناها اللي خلف سعداني ماهوش طرف من المعارضه، هو صديق حميم له وعضو معه في المكتب السياسي. يعني امر ديمقراطي داخل الحزب بصوره عاديه، مش فقط حتى صوره عاديه. باه نوضعوا باه نحبسوا القراءات. يا اخي انا نطلب اي شخص يمد فيه بالقراءات على الاقاله وما اقاله ويربطها باحداث، ما يبقاش مجرد كلام. اذا عنده كلام حقيقي واقعي ودله وحضر وهو. وانا حبيت نروح ابعد من هذا. نظن انه الحزب هو ملك المناضلين، ولما اعضاء اللجنه المركزيه هم اللي هم السلطه حسب القانون اللي يختاروا. ما يجيش انا واحد من برا يملي عليا بالهاتف يقول لي واش تختار امين العام وناقش الامين العام. استاذ عيسى، سمعت كلام استاذ رزقي فراد، سمعت كلام سي سمير بطاش، انت كيف تعلق على الصوره اللي شفتها اليوم؟ هل هناك تغيير؟ ربما كنا نشوف صور اخرى في التغييرات على مستوى الاحزاب وخاصه احزاب السلطه، اليوم شفنا صوره هادئه نوعا ما. هل تعتقد انها ربما تطور في سياسه الحزب؟ هل هو امر ايجابي؟ تفضل. اولا في الحقيقه هذا يعتبر حدث سياسي كبير، لان ربما كان الاخ الكريم اللي هو السيد محمد رزقي فراد قال انه هذا ليس حدث. بالعكس، انا تقريبا تصفحت تقريبا اغلب الجرائد اللي ظهرت اليوم وحتى اللي كانت الاسبوع الماضي وصدرت يعني تقريبا في المنتديات. يعني كل الطبقه السياسيه والمثقفه والفكريه وكل اللي عنده تتبع للحياه السياسيه في الجزائر كانوا ينتظرون يوم 22 اللي هو 22 أكتوبر لقاء اللجنة المركزية وما سوف يتم القضاء عليها. إذن هو حدث كبير علاه، لأنه من ناحية الأكاديمية علاه ندرسه، لأنه أولا حزب الوفاء قلنا هو حزب السلطة، هو حزب السلطة وليس حزب للسلطة. إنه هو الذي يملك السلطة، هو الذي يملك الأغلبية في الحكومة أو السلطة التنفيذية، هو الذي يملك الأغلبية في المؤسستين التشريعيتين اللي هما البرلمان والسيناء، هو الذي يملك اغلب الاغلبيه في المجالس المنتخبه الولائيه ولا البلديه. اذا هو الدوله، اذا هو الحكومه، اذا هو السلطه. فكل تقريب كل يعني الناس سواء يعني اللي عندهم علاقه بالجانب السياسي سواء الاحزاب الموالاه المعارضه كل ما عنده تتبع الحياه السياسيه كان ينتظر في هذا اليوم. علاه؟ لانه تقريبا الفلان عنده في سياسات معينه، ومعروف انه كل القاده الامناء العامون السابقون للفلان كل واحد كانت عنده شخصية معينة. فهناك من اللي كان يتسم يعني بالحكمة والمرونة وسعة البال، مثلا كما المرحوم السي محمد الشريف مساعدية. بعد ذلك هناك يعني يتصف بالحكمة والثقافة والوعي واللي هو السيد مهدي رحمه الله. بعد ذلك عندنا المثقف كذلك والكاتب سي معلم الحمودة. بعد ذلك جاءنا كذلك السي علي بن فليسي كان امين عام، وكان حتى هو يعتبر من المثقفين ومن الاطارات الجامعيه اللي جاءت في الاستقلال، وكان عنده وعي واراد ان يعطي بعد للافلان في اطار التشبيب واعطاء يعني مكان للمراه والشباب. بعد ذلك كنشوفوا كذلك انه جاسي بالخادم اللي كانت طلبت المرحله انه يكون هناك من نوع من السلم والاستقرار ومحاوله رأب الصدع اللي كان في الفلان اللي حدث في الانشقاق اللي حدث في 2003 وما تتبع ذلك من الرئاسيات 2004. بعد ذلك جاء أن بعد تقريبا 10 سنوات من يعني قيادة بالخادم تطلب الفلان أن تجي مرحلة واحدة أخرى، هي مرحلة ربما للتغيير، تغيير كثير في أدبيات السياسة الجزائرية، في النظام السياسي أو في بعض المؤسسات اللي عندها يعني وزن كبير في الدولة الجزائرية. فكان لابد أن يكون عندنا أمين عام جريء عنده جرأة لا يملكها الآخرون حتى في المعارضة. فربما كانت يعني السياسة نتاعو والطرح نتاعو والتوجهات نتاعو والفكرة نتاعو نقدر شخصيا نعتبره مثقف. يعني كثير ربما اللي كانوا الآن ينتقدوا الشيء في الحقيقة عمار سعداني فنقولوا نذكره بخير، لانه تعرف حتى هو خريج الجامعه، هو خريج كليه العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه في الجزائر. معنا انسان كان عنده باع كبير يعني في الجانب النقابي، كان اطار نقابي قديم وكان مناضل قديم في الحزب. فالكثير ربما كانوا ينظروا الى الجانب الثقافي اللي يحملوا عمار سعداني. لو كان جينا ربما في الخارج في بعض الدول
لما يكون عنده مثقف او عنده شيء طابع يختص في جانب من الثقافه معينه في الاطار الثقافه الواسعه، كانوا يهللون ويعتبرون انه مثقف معين جاء على راس الحزب. هذا نهلل به لو كان جاء مثلا في اوروبا، في امريكا، في دول البلطيق، في اوروبا الغربيه. ولكن لما جاء عمار سعداني فيذكرون الجانب الثقافي القادم تاعو، يعتبروا عيب. ولكن شخصيا انا كاكاديمي يعتبروا انه شيء ايجابي في حياه السي عمار سعداني. السي عمار سعداني ادى واجب تاعو، يعني بالنسبه لي كاكاديمي كاستاذ يعني المهمه نتاعو على اساس اطار الحزب. ربما لما شاف انه ربما هذا الجرأه السياسيه نتاعو في فتح الملفات الى اخره وتصويب بالك يعني ربما في بعض النزال يعني الزلات او الاخطاء في بعض المؤسسات او في اشكال معينه من النظام السياسي في تسيير السلطه القائمه حتى السلطه التنفيذيه، لانه كان عنده انتقادات حتى لاعضاء الحكومه. اثرت يعني حدثت هناك نوع من يعني الانتقادات لهذا النوع له، لأن المجتمع سواء الجزائري من خلال الأحزاب أو الطبقة السياسية لم يعني تتعود على جرأة لأمين عام معين في هذه المرحلة بين 2013 2016. فاسمح لي بك نكمل الفكرة. فظهرت هناك الكثير من الخلافات والنزاعات، إن على مستوى يعني حزب جبهة التحرير الوطني في المناضلين، أو في الطبقة يعني الموالية لنفس الخط اللي يقومون مثل فلان. فتطلب، وهذا متأكد أنه المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني قد ناقش هذه القضايا، وتأكد عمار سعداني أنه من أجل المصلحة ربما نتاع الحزب اللي هو جبهة التحرير الوطني المقدم على استحقاقات معينة ولعب الصدع والصف، فيعني خضع طواعية ومن نفسه فاستقل. طيب سمير، في 30 ثانية قبل نروح الأذان صلاة العشاء، هل تعتقد ربما هو قال لك عمار سعداني ربما كان جريئا نوعا ما وهذا كله يشهد عليه، هل تعتقد أنه دفع اليوم ثمن جرأته بهذه الاستقالة؟ ليس دفع ثمن بجرأته. لا اعتقدش، لانه الامين العام كان واضح في كلامه، قال لك يا اما انا لست بمنافق وقالها في كلمته، لهذا هو جريء. وحتى في تقديم الاستقاله كانت هناك جرأه، وطرحها كانت فيها اكبر جرأه. والجرأه الكبيره من طرف الامين العام هو حضوره شخصيا وعقده لجنه مركزيه واتمام جدول اعمالها. ثم كان جريء اكثر لما قدم عضو مكتب السياسي سي جمال عود عباس، وطلب من انصاره كذلك، وقال كل من يحب عمار سعداني انه يمشي مع ولد عباس. ممتاز. نروح الاذان صلاه العشاء حسب توقيت الجزائر العاصمه وضواحيها، ثم بعد. اهلا بكم مشاهدينا من جديد في نقاش على المباشر حول استقاله الامين العام الافلان عمار سعداني. اعود الى ضيفي مباشره عبر الهاتف محمد الاسقي فراد، المؤرخ والمحلل السياسي. استاذ فراد، عندك تعليق على ما قاله ضيوفي؟ تفضل ثم اعطيك سؤال. والله وش نقول لك، انا احترم جميع الاراء، من واجبي رغم انني اختلف مع تلك الاراء يعني التي تفضل بها الاخوان المحترمان. ما عنديش تعليق لانه طيب. ناخذ لك الوقت، لو كان نعلق ناخذ لك الوقت. ممتاز. طيب هل تعتقد كمتتبع لتاريخ الجزائري، تاريخ السياسه الجزائريه وغيرها، وكمتتبع أيضا للشأن السياسي، أن هكذا تغييرات على مستوى أحزاب السلطة قد تكون لها نتيجة أو ربما أثر على الاستحقاقات المقبلة، وخاصة لدى أحزاب السلطة؟ يعني نعرف باللي الآن الحزبين الغريمين الأراندي والأفلان صراع دائم على المقاعد. هل ما قام به سعداني اليوم يخدم الأراندي؟ شوف، أنا القضية ما نطرحهاش بهذه الكيفية، لأن الحزبين المذكورين يأتمران بأوامر صناع القرار. الاختلافات بين الجهازين اختلافات طفيفة. مع الأسف يعني من دواعي الأسف أننا نشوف الحزب في حجم الأفلان وما يحكمش، يعني هو عبارة عن جهاز. الإخوان اللي تفضلوا قال لك حنا نحكموا. طيب ليش ما عندناش حكومة سياسية؟ علاش عندنا حكومة تكنوقراطية؟ أنا يعني سأكون سعيد ما دام الافلان عنده الاغلبيه، بغض النظر عن الطريقه اللي دار بها الاغلبيه. كان من المفروض ان تسند مهمه تشكيل الحكومه للامين العام للافلان، وهذا في الحقيقه ما تمش. فلذلك انا نقول لك الشيء اللي وقع، رحيل وابعاد السيد سعداني عمار
عن المسؤوليه، ما نقولش الامين العام لانه وصل بطرق كذلك ملتويه، فيندرج في اطار المخطط المحضر لإعداد خليفة السيد الرئيس الحالي. طيب سي رزقي فراد، شكرا جزيلا لك على المداخلة الهاتفية وعلى توضيحاتك وعلى تحليلك. سي سمير تفضل. اولا الاستاذ فراد نظن انه ماهوش متبع الاحداث لما يقول الحكومه التكنولوجيه. نسب اللي كاين حوالي 14 وزير الان في الحكومه مع اعضاء اللجنه المركزيه في الافلان، نحب نذكرهم له بالاسم. حتى السيد الوزير الاول قال انا مناضل في حزب التحرير الوطني، وسي عمار سعداني ذكرها بعده لقاءات وقال انه الوزير الاول والحكومه حاليه وبعد التشريعيات ان شاء الله راح تكون حكومه سياسيه بامتياز وفق الدستور الجديد. كذلك الدستور الجديد يمنح السلطه لرئيس الجمهوريه انه يعين الحكومه بالتشاور مع الاغلبيه. نظن الاستاذ فراد هذا اتغاضى النظر عليها. كذلك انه الافلان يا اخي ياسر، افلان ما هو حي، جمعيه حي، ولا هو جمعيه خيريه، ولا هو جمعيه سوسيال تاع اجتماعيه. هذا حزب السلطه، حزب الدوله. ودليل ذلك انه كل اليوم يتبع ما يجري في الاوراسي وبما فيها احزاب المعارضه وبما فيها احزاب حزب الارندي اللي تكلم عليه، كلهم تبعوا اليوم ما يجري في الافلان، لانه حزب تتوازن عليه البلاد. هذا هو نحبوا ننكره. الان الاستاذ فراد لما يتكلم ويقول تجيب الاوامر، نذكر برك الاستاذ فراد لانه العام والخاص يعرف باللي الاستاذ فراد راهو مناضل في الافافاس. نذكروه فقط باللي انه حتى في الافافاس كانت كل سنه تجيهم رساله من سويسرا تعين من خلالها السكرتير الاول للافافاس. نذكروه فقط باللي تم تعيين قياده الافافاس كذلك برساله. احنا في الافنان اذا الامر هذا داخلي، إذا الأمين العام هذا جاء، كاين هناك لجنة مركزية وكاين قانون أساسي وزكاته. إذا الأمين العام راح حتى الأمين العام طريقة تاع الذهاب تاعو اليوم أعطى سعداني درس الديمقراطية والأفنان ككل أعطى درس الديمقراطية. احنا مشى كاين، احنا من 2010 ل 2016 بالجامع ولد عباس شهدنا 3 أمناء عامين والأمور تمشي لأنه الدولة تمشي. أنا نتحدى هذه المعارضة تدعوا ديمقراطية فيها أحزاب حد الان مسؤولين تاع الاحزاب، واحد 25 سنه، واحد 15 سنه، واحد 14 سنه، وحتى كاين احزاب معارضه شفناهم لحقوا ضربوا بالمواس باه يقعدوا راهم في العداله، حد الان مازالوا في العداله. حبيت اذا تامروا، اما فهمتش انا كلمه تتامر. تعيين امين العام فيها مناورات سياسيه، فيها توافق، فيها توازن سياسي، فيها مشوره، لانه رئيس الحزب هو رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه عبد العزيز بوتفليقه راه مجاهد ومناضل ومؤسس حزب التحرير الوطني. هذا الحزب اللي حزب السلطه ماشي نروحوا ونديروا امين عام وماشي نروح. حبيت بك نوصلك الفكره يا سي ياسر، سي فراد نوصل له الفكره. احنا ماناش حزب 7 وربط ودير امين عام وخلاص. احنا حزب اذا ندير امين عام يندر بتوافق وبحسابات باه نحافظوا على توازن سير مؤسسات الدوله. جميل. سؤال اخير لك استاذ عيسى، سمعتني طرحته على الاستاذ رزقي فراد لكن هو لم يجبني لانه رآه من زاويه اخرى. تعتقد انه ما حدث اليوم في الافلان سيؤثر على مجريات الاستحقاقات القادمه من ناحيه التوازن السياسي بين القوى الكبرى او الحزبين الكبيرين او حتى من ناحيه النتائج؟ في الحقيقه الذي ربما التاثير سوف يكون تاثير ايجابي، باعتبار انه اذا ذكرنا انه قلنا الافلان، انا صراحه الافلان شبهوا بالقياده الامريكيه. في النظام الامريكي عندنا الجمهوريين عندنا الديمقراطيين. الجمهوريين معروفين بالاندفاع ومعروفين بالشده وبالقسوه على الدول المارقه وما يسمونه، ولكن الديمقراطيين معروفون بالمهادنه وبالسلم والعمل عن طريق الدبلوماسيه، فدبلوماسيه المهادنه. فنشوف انه قلنا الامين العام ربما اللي فات كان مهادن، اللي هو عبد العزيز بن خادم لفتره معينه تطلبت اول استقرار جبهه التحرير الوطني اللي عرفت الانشقاق في 2003، عوده الصف لم الشم. فحوالي 10 سنوات كان يتطلب ان يجي امين عام يفتح اوراق ثقيله في اداره الحياه السياسيه في الجزائر والنظام السياسي. اننا نعتبر انه ربما نجح الى حد بعيد، ومعناتها الاوراق اللي تكلف بها او معناتها تكفل بها من خلال برنامج المكتب السياسي، نقدر نقولوا النجاح في الكثير من الخطى والاجزاء والنسب. الان انتقال الافلام من ربما من المهاجمه الى المهادنه في الكثير من الصور. اولا الصوره الاولى هو محاوله جمع
معناتها ربما كل المناضلين لجبهة التحرير الوطني لي أو لسبب أو لآخر، اللي فيهم البعض اللي كان ربما ما رفض مبايعة السعداني كأمين عام، كان البعض ربما كان عنده منافسة، كان البعض المهم في كل مثلا حيثيات الأسباب. الآن جاء الدور هو جمع شمل صفوف جبهة التحرير الوطني لتحضير الانتخابات والاستحقاقات القادمة. عندنا أول الاستحقاقات اللي هي في ماي لاستحقاقات البرلمان ومؤسسة التشريعية. لا يمكن للجبهة التحرير الوطني هو الحزب الحاكم، الحزب الذي يدعم برنامج رئيس الجمهورية اللي هو مناضل وهو رئيس الحزب الحقيقي والفعلي، فلا بد من هذا الحزب جبهة التحرير الوطني أن يسيطر ويحصل الكثير من المقاعد في البرلمان. في كذلك الانتخابات المجالس المحلية الولائية والمحلية اللي سوف تجرى في نوفمبر 2017. فالآن نشوف أنه جبهة التحرير الوطني ربما مع تقيم الأوضاع ولقى أنه لابد من إعطاء نفس جديد لأمين عام آخر اللي ربما عنده إمكانية وعنده ربما شخصية المهادنة وجمع مثلا كل الآراء. وربما أنا لا أستبعد أن تكون هناك في المكتب السياسي إن تم ربما تغيير تاو يكون هناك قيادة جماعية وجمع كل مثلا المجموعات المختلفة مع القيادة الحالية في جبهة التحرير الوطني، في مجموعة عبدة، مجموعة بلعيات، مجموعة العياش دعدوعة، وهناك بعض المجموعات الأخرى سوف يتم ربما أن هذا الذي ربما يعني أميل إليه سوف يتم جمعهم في مكتب سياسي واحد في شكل قيادة جماعية لجبهة التحرير الوطني لتحضير لما هو أحسن وما هو أصلح لجبهة التحرير الوطني، طبعا بقيادة الأمين العام اللي هو السي جمال ولد عباس. وطبعا هو طبيب، والطبيب ما هوش هو معناتها مجرب على أساس تشريح الوضعية وتقييم الدواء للجرح وللمريض. هذا اعتبر أن هذاك نوع من المرض في صفوف جبهة التحرير الوطني، فأكيد أنه الأمين العام الجديد اللي هو السيد الطبيب الدكتور جمال ولد عباس سوف يقوم بتشريح الوضعية وتقييم وتحضير يعني الدواء الشافي الكافي لأزمات الداخلية لجبهة التحرير الوطني وتحضيرها للاستحقاقات القادمة. ان شاء الله. سي عيسى بن عقون شكرا لك. سي سمير بطاش شكرا لك على حضورك معنا في النقاش المباشر، وشكرا ايضا للاستاذ رزقي فراد محمد رزقي فراد، والشكر لكم انتم ايضا مشاهدينا على حسن الاصغاء والمتابعه. الشكر لكل فريق العمل، مساءكم سعيد، السلام عليكم.